اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة اقتصادية وموفرة، وكمان هناكل منها وهنفرس كمان. حاجة كده تحفة جدا، وشكلها ما شاء الله بجد، وطعمها احلى واحلى. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا كيلو من البطاطس، غسلتها كويس جدا، وبعد كده بدأت اللي انا احط عليها مية واحطها على النار لحد ما تتسلق، وبسلقها بقشرها علشان ما تشربش مية معايا. بعد ما تتسلق هنبدأ اللي احنا نصفي المية منها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله مستوية جدا، احنا عايزينها تسوية كاملة، تبقى بمعنى اصح كده داخلة على اللي هي تبقى مهرية. تمام. بعدين هتبداي اللي انت تقشريها وهي سخنة كده علشان تهرسيها وتتهرس معاكي بكل سهولة، ما بتاخدش معاكي وقت خالص اما بتيجي تهرسيها وهي سخنة. تمام. هقشر بقى الكمية كلها ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بعد ما قشرت الكمية بتاعتي بالسكينة كده عشان اسهل على نفسي، هبدأ اللي انا اقطعها بالشكل ده، بتتقطع معايا بكل سهولة لانها مستوية جدا. بعد بقى ما هقطعها بالشكل ده هتجيبي بقى هراسة، شوكة، قعر كوباية المتوفر عندك. هتبدأي اللي انت تهرسي البطاطس كويس جدا. المهم اللي انت تهرسيها ناعمة قوي علشان ما يبقاش فيها اي حاجة مكلكعة وتبوظ الوصفة معانا، تبقى ناعمة جدا. واهم حاجة اللي انت تسلقيها بقشرها زي ما قلنا علشان ما تشربش مية معاكي وتفك منك. بعد كده تعالوا نشوف الخطوات او الحاجات اللي احنا هنحطها عليها. معايا كده عود من الكزبرة، خدت الورق بتاعه هيديها طعم حلو جدا. هنحط بقى في التوابل. معايا ملح، هتظبطي طبعا الملح بتاعك، انا ما حطيتش ملح في السليق. وهحط كمان فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بابريكا، شطة ناعمة دي اختياري لو انتي حباها سبايسي، توم بودر، بصل بودر، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار دقيق. هي دي الاضافات اللي احنا ضفناها على البطاطس بتاعتنا. النشا هتديها قرمشة حلوة جدا، والدقيق طبعا فايدته لو في اي سوائل برضو في البطاطس هيمتص السوائل دي. هبدأ بقى ان انا اخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقوا حاجة واحدة بالشكل ده. طبعا لون البطاطس اتغير من التوابل اللي احنا حاطينها. عايزة تستغني عن اي حاجة من التوابل اللي احنا حاطينها ده بيرجع ليكي، بس كلها توابل مديها طعم حلو جدا. شايفين ما شاء الله ناعمة جدا وبتتشكل معانا وبكل سهولة. هتحطيها في التلاجة بقى حوالي ربع ساعة كده عشان تشد كده من السخونة وتبرد معاكي وتبقى حلوة وتعرفي تشتغلي بيها. بعد كده حاطه بوله جنبي فيها شويه زيت، بدهن ايدي كده بمسحه من الزيت علشان ما تلزقش معايا، وببدا اللي انا افردها بالشكل اللي انتوا شفتوه كده. ومعايا جبنه موتزاريلا هبدا اللي انا احشيها بيها. ممكن اللي انت تعمليها ساده، وممكن اللي انت تحشيها اي نوع جبنه عندك، ممكن رومي، شيدر، فالمتوفر عندك اعمليه. فانا حشيتها بالشكل ده جبنه موتزاريلا وبقفل عليها. انا عملت كور وهعمل كمان صوابع، فانت ممكن تعمليها الشكل اللي انت عايزاه، يا مدورة بالشكل ده كور، يا اما صوابع. وممكن برضو اللي انت تعمليها كده وبعد ما تكوريها تفرديها تاني تبقى قرص كده، هتبقى برضو حلوة جدا. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم بترمي كمية ما شاء الله. خلصتها بالشكل ده هتدخليها بقى الفريزر ربع ساعة علشان تتماسك، او على الرف في التلاجة نص ساعة كده علشان تتماسك معاك وما تفكش منك. عملت صوابع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب بيضتين واحط عليهم رشة فلفل اسود ورشة ملح، ومعايا نص كوباية من اللبن. هبدأ اللي انا احطها عليه واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد البيض بتاعي ما يفك معايا. احنا عملنا ايه يا منى النهارده؟ عملنا كرات البطاطس بالجبنه او كفته البطاطس، يعني تسموها زي ما انتوا عايزين تسموها، حاجه كده تحفه جدا. ومعايا فيجيتار حار، ممكن اللي انت لو ما عندكيش فيجيتار تعملي بقسماط، تحطي بداله بقسماط الطبقه اللي هي الخارجيه. ده المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. بحط كده الكورة بتاعتي في قلب الخليط السائل، وبعد كده بشيلها بحطها في الفيجيتار وبعملها كويس جدا، اقلبها كده لحد ما كلها تتغلف بالفيجيتار كويس جدا. زي ما قلنا نغلفها بفيجيتار او بقسماط المتوفر عندك. بعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، بس انا مش هعمل الكمية كلها لان الكمية ما شاء الله كتير معانا. زي ما قلنا هنتغدى وهنفرز كمان.
يعني لحد كده تقدري اللي انت تفرزيها في الفريزر. تمام. ممكن اللي انت تغلفيها وكله وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على التحمير، وممكن تفرزيها زي ما هي كده، ووقت ما تحبي اللي انت تحمريها طلعيها حطيها في الخليط السائل وبعد كده في الفيجيتار وحمريها، هتبقى معاكي تحفة جدا. والافضل اللي انت تسيبيها في الفريزر شوية حلوين تتماسك كده قبل ما تحطيها في الخليط ده وتغلفيها، عمرها ما هتفك منك وهتبقى حلوة جدا. بس انا عاملاها معاكم على طول، حطيتها بس ربع ساعة على الرف، مش اكتر من كده، واشتغلت معاكم فيها على طول، ولا فكت ولا جرالها اي حاجة، حاجة كده تحفة جدا. بعد ما خلصت تجيبي بقى زيت غزير ويسخن معاكي كويس، وبعد كده طبعا البطاطس عندنا مستوية يعني هيدوبك هتاخد اللون معانا وخلاص، تبقى النار عالية، هتحطي بقى الكمية بتاعتك المناسبة في الطاسة، وبعد كده اول ما تلاقيها اتشمعت كده وحسيتي اللي هي اخدت معاكي لون من تحت، ابدأي اللي انتي قلبيها بالراحة كده علشان ما تتهريش منك، احنا عايزين نديها لون بس لانها كل حاجة عندنا مستوية. شايفين لونها ما شاء الله حاجة كده تحفة، ولا فكت ولا اي حاجة. هتطلعيها كده على مناديل مطبخ علشان اي زيت زيادة ينزل منها. خلصت كده اول دور، هنبدأ نحط بقى كمية تانية. طبعا الكور او لو عملتيها صوابع طويلة قصيرة صغيرة ده بيرجع ليكي برضو على حسب ما انت عايزة تعمليها. ايه رأيكم في شكلها؟ تحفة جدا. انا بقى خلصت الكمية بتاعتي انا مع نفسي اللي انا هعملها علشان ما اطولش عليكم، ده شكلها. وحمرت صابعين من اللي هما الكفتة الطوال علشان اوريكم شكلها. تمام. لان انا عندي الباقي ما عملتهاش كلها، فرستها وقت ما احتاجها او محتارة على غدا هعملها، اطلعها واعملها تبقى حلوة جدا وسهلة معي. تعالوا بقى نفتحها كده مع بعض. عايزة اقول لكم ان هي سخنة جدا، مش قادرة استحمل امسكها بصراحة. وشايفين ما شاء الله الجبنة سايحة، وهي كده سايحة في بعضها ومتماسكة، وطعمها حاجة كده خطيرة، وريحتها طالعة حلوة جدا. تقدري تقدمي معاها عيش، ممكن تعملي معاها مكرونة ورز كمان، يعني اللي انتي حابة تاكليه بيها اعمليه، جربيه هتعجبك جدا جدا.